السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا جروب الخطبة تعود الشاعرة كريم. موضوعنا النهاردة بسيط جدا جدا جدا. احنا عايزين نقف مع الشباب يا جماعة. الشباب النهاردة الدنيا صعبة خالص خالص، الأسعار بتغلى وكل حاجة بتغلى، الأساس بيغلى، الشبكة بتغلى، كل حاجة بتغلى. احنا عايزين نقف مع الشباب. لو جاه لبنتك شاب محترم ترضي دينه وأخلاقه، اسألي عليه كويس جدا. لو لقيتيه كويس حاولي ان انت تقفي معاه، ما تعلوش عليه الشبكة يا جماعة، ما تزودوش عليه المهر، ما تزودوش اي حاجة. الشباب دلوقتي في حالة صعبة جدا، الحرام انتشر بشكل وحش قوي عشان احنا صعبنا الحلال. احنا صعبنا الحلال. لما يجي واحد لبنتك هات شبكة ب60,000، هات العزال ب100,000. طب ليه يا جماعة؟ احنا بندور على السترة، بندور على الشاب الاخلاق اللي يقدر يفتح بيت، اللي يقدر ياكل اهل بيته بالحلال. يا ريت يا ريت كل واحده تحط نفسها مكان الشاب ده، يكون عندها ابن لما يروح يتقدم لحد نبص لهم بعين الرضا يا جماعه. اللي يقدر يجيب بيجيب، انما واحد شاب جاي لك هيقدر يجيب مثلا دبله وخاتم او دبله، احنا ما نرضاش ليه؟ اللي يقدر يجيب اوضتين ويقدر يفرش وياكل بنتك بالحلال، او 3 اوض يا ستي، في واحد اوضه نوم واوضه انتريه واوضه اطفال. اللي يقدر يجيب حاجه الايام دي يا رب خير. احنا يعني المفروض احنا نسعى في الخير ونقف جنبهم ونسندهم كمان، ونتمنى من ربنا يا رب كل بناتنا ربنا يكرمهم بالازواج الصالحه، الازواج الطيبه. وبرضو احنا بنتكلم عن البنات وعن الشباب وعن الامهات اللي دايما تعسر كل حاجة للشباب. يعني مثلا الدكتورة لازم دكتور، طب يعني الدكتورة لازم مهندس. في مؤهلات تانية ممكن الدكتورة تاخد، برضو ممكن الدكتورة ترضى بمهندس، ممكن الدكتورة ترضى بمهندس او دكتور زيها، او ممكن ترضى يعني مؤهل عالي، مش دكتور زيها بس مؤهل عالي ويملك كل الصفات، عنده شقته، عنده شغله، عنده كل حاجة، عنده وظيفة. مش لازم نحط العقدة في المنشار. بلاش العقدة في المنشار يا جماعة، لازم نيسر الأمور. يعني مثلا